ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة المولتون كيك، وهنتعلم ازاي مع بعض نطلعها كده من القالب بكل سهولة، وهنتعلم طريقة السوا كمان اللي هتطلع من جوه صوص الشوكولاتة الجامد اللي هنشوفه دلوقتي. وهنزينها هنا بصوص شوكولاتة بالشكل ده، وهنبدأ نفتح كده ونشوف. يلا نقول بسم الله كده ونشوف. بصوا يا جماعة كمية الصوص حلوة قوي ازاي، بجد حلوة جدا وطعمه حلو قوي وشكلها حلوة كمان قوي قوي قوي. مقاديرها سهلة ومبسطة جدا، وكمان طريقتها مفيش اسهل من كده. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا رحمة فراج ودي قناتي. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. هنتعلم ازاي مع بعض نعمل التركات البسيطة اللي هتظبط المولتون كيك مننا. هي اهم حاجة وانتي بتقلبيها في القالب، وتاني حاجة طريقة السوا دي اهم حاجة في المولتون كيك. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. اول حاجة معايا 100 جرام من الزبدة يعني نص كوباية، وعليهم 125 جرام من الشوكولاتة يعني كوباية وربع من الشوكولاتة المبشورة. هنبدأ نسيح الزبدة كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهنزل عليها بالشوكولاتة وهنقلبهم بالشكل ده. واول لما تبدأ الشوكولاتة تسيح هنسيبها بقى ونحضر الخطوة التانية مع بعض. تاني حاجة معايا هجيب 3 بيضات زي ما احنا شايفين، وعليهم فانيليا سايلة، وعليهم 2.5 معلقة كبيرة من السكر، وهنقلب المقادير دي كلها كويس قوي مع بعض بالشكل ده. هيكون معايا صوص الشوكولاتة والزبدة كده هادي شوية وساحت كويس قوي. هنزل بيها كده على البيض، وهنقلب المقادير كلها مع بعض. وبعدين هكون محضرة 2 معلقة كبار من الدقيق بالشكل ده، ورشة من الملح، وهنقلب الخليط كله مع بعض. وبكده نكون خلصنا المقادير والطريقة. اظن مفيش اسهل من كده. وبعد ما قلبناهم مع بعض هنبدأ نحضر القالب بتاع المولتون كيك، ودهناه كده دهنة حلوة من الزيت، وهنزل عليه كده برشة من الكاكاو. انا ببطن القالب عشان الكيكة ما تلزقش فيه لما اجي اقلبها. لسه كمان في تركة تاني هوريها لكم. ده شكل القالب بعد ما بطناه ونزلت فيه بالعجينة كده زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية شوية عن المتوسطة، يعني حوالي 190 لمدة ربع ساعة. اظبطي الساعة بتاعتك وهتطلع معاكي مظبوطة. ده شكلها بعد ما استوت معايا. التركة التانية بقى اللي بقولكوا عليها ان احنا هنجيب كده خلة كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، او اي اداة رفيعة، واحاول كده افك كده الكيكة من القالب بالشكل ده وبالراحة قوي عشان ما تبص معايا. بصوا كده من نص الكيكة عاملة ازاي، لازم تكون معايا طرية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين هنقلبها كده زي ما احنا شايفين. اهم حاجة ما نقلبهاش وهي سخنة، نسيبها لحد لما تبرد وتهدى خالص، وبعد كده نبدأ نقلبها زي ما شفنا بالشكل ده. بصوا شكلها حلو قوي ازاي، اللون الغامق اللي من فوق ده لون الكاكاو. وهزينها من فوق بصوص شوكولاتة، ممكن تزينيها بسكر بودرة. يلا بقى نقول بسم الله ونبدأ نفتحها مع بعض كده. بصوا بقى نافورة الشوكولاتة اللي نزلت دي حلوة قوي قوي قوي، وطعمها بجد حلو جدا. طريقتها بجد سهلة ومقدارها كمان سهلة، ومش بتحتاج معاكي ولا عجان ولا مضرب ولا خلاط. امشي بس على الخطوات بالظبط وهتطلع معاكي ناجحة قوي. بصوا بالشكل الحلو ده، جربيها وان شاء الله هتعجبك. ولو استفدتي والفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد.